صباح الورد عليكم. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفتين مش وصفة واحدة. أول وصفة هنعمل سويت شيلي صوص بطريقة سهلة جدا وبسيطة وزي الجاهز بالظبط. وكمان هنعمل البطاطس الويدجز بتاعة المطاعم المشهورة برضو بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمها تحفة. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا فاتن عوض، يلا بينا نعمل وصفتين أحلى من بعض ونشوف هنقدمهم ازاي بطريقة سهلة جدا. هنبدأ أول حاجة مع بعض بالسويت شيلي صوص. أول حاجة هحتاج لمعلقة صغيرة كده من النشا، عليها معلقتين من المية، وهدوبهم مع بعض كويس جدا وهنركنهم على جنب لحد ما نحتاجهم بعد كده في عمايل الصوص. نيجي للصوص نفسه. بعد كده هحتاج لأول حاجة نص كوباية من المية، عليها هنزل بربع كوباية من السكر، وكمان عندي ربع كوباية من الخل. مقدار السكر والخل قد بعض لان الصوص ده الميزة فيه ان هو سويت وسور في نفس الوقت. عندي كمان معلقة صغيرة كده من الشطة الحامية طبعا، وتكون فيها البذر بتاع الشطة كده وتكون مفرومة خشن. نزلت كمان بربع معلقة من الملح، نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هي دي كل المقادير بتاع السويت شيري صوص بتاعنا. هقلبهم مع بعض كويس لحد اما السكر والملح وكل المقادير تدوب. هنرفعه بعد كده على النار ونسيبه يغلي لمدة من دقيقتين لثلاث دقايق لحد ما كل النكهات والطعم كده يدخل في بعض. وكمان عندي التوم ما يبقاش ني بعد كده. اخر حاجة بنزل بالنشا اللي دوبناها مع المية على الصوص، بترجعوه كمان مرة لمدة دقيقة بس كده على النار لحد اما الصوص يبدأ يتقل معاكم ويتماسك، وبتلاقوا قوامه بقى عندكم بالشكل ده. وفي دقيقتين بس ويمكن كمان اقل عملنا احلى واسهل واسرع سويت شيلي صوص. هنحطه في برطمان او في علبة في التلاجة، هنستخدمه النهاردة في الوصفة بتاعتنا، وكمان هقول لكم استخداماته ايه بعد كده. احتفظوا بيه، وصفة سهلة جدا وبسيطة وبجد طعمه حلو جدا. الناس اللي بتحب طعم الحاجات السبايسي والسويت اند ساور هيعجبهم الصوص ده جدا. خلصنا كده الصوص بتاعنا، نيجي لتاني وصفة معانا النهاردة في الفيديو، وهي البطاطس الويدجز. وصدقوني دي من أحلى الطرق اللي ممكن تجربوا بيها البطاطس. في البداية هحتاج لحبتين كبار من البطاطس متقشرين ومغسولين كويس جدا، وبنقطعهم بالحجم ده. بتقطعوا حبة البطاطس على ست أجزاء بالشكل ده، تكون تخينة شوية وماسكة نفسها. عندي كمان معلقة صغيرة من النشا، عندي هنا زيت. التوابل اللي هنستخدمها عندي ملح، زعتر، توم وبصل باودر، بابريكا، كزبرة ناشفة، وكمان فلفل اسود. الوصفة دي تقدروا تضيفوا اي توابل انتوا بتحبوها. اول حاجة نزلت بمعلقتين من الزيت، وعليهم كمان معلقة صغيرة من النشا عشان تديني قرمشة كده وطبقة حلوة على البطاطس. هنزل بقى بخليط كل التوابل ده، تقريبا نص معلقة صغيرة من كل حاجة من التوابل اللي احنا قلناها. وهنبدأ بعد كده بقى بإيدينا بنقلبهم مع بعض كويس جدا عشان اتأكد ان البطاطس اتغلفت بالزيت وبالتوابل من كل الجوانب. زي ما قلت لكم تقدروا تزودوا اي نوع توابل تاني انتوا تحبوه، كمان لو حبينها سبايسي تقدروا تزودوا شطة. كده اتأكدنا ان البطاطس بتاعتنا اتغلفت كويس جدا من كل الجوانب. بعد كده بنجيب صينية يا دوب دهنتها بس طبقة بسيطة خالص من الزيت عشان البطاطس بتاعتنا ما تلزقش ونعرف بعد كده نخرجها بسهولة. بنبدأ بنرص البطاطس في الصينية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين جنب بعض. ويا ريت تكون الصينية على قد كمية البطاطس، نحطهم طبقة واحدة ما نحطهمش فوق بعض عشان تفضل مقرمشة وتستوي كمان في وقت أقل وتديني التسوية المظبوطة. هندخل البطاطس بتاعتنا على الشبكة طبعا في الفرن. هتاخد معاكم تقريبا بالكتير نص ساعة لحد اما تستوي كويس جدا وتاخد اللون الذهبي التحفة من فوق ومن تحت.
بعد ما عدى الوقت في الفرن هنبص على البطاطس هتلاقوها قرمشت كده وبقت مستوية. هنبدأ بقى نغرفها زي ما احنا حابين بأي طريقة. هنا انا قدمتها مع السويت شيلي صوص، وكمان مع صوص بسيط جدا من الكاتشب والمايونيز والمستردة. عملنا كتير جدا قبل كده مع بعض. قدموها بقى، دي من احلى انواع المقبلات اللي بتتقدم في المطاعم، وكمان الميزة فيها ان هي نسبة الدهون فيها قليلة جدا، طعمها حلو جدا ومختلفة. البطاطس مقرمشة من بره وطرية من جوه. وصفة مختلفة تنفع جنب أكلات كتير جدا، جنب الفراخ، جنب البيتزا، الستريبس، جنب الناجتس، أي حاجة تقدروا تاكلوا جنبها البطاطس دي. وكمان السويت شيلي صوص بيليق جنب حاجات كتير جدا، وخصوصا المقالي أو الحاجات المشوية. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي كانت وصفاتنا، يا رب تجربوهم ويعجبوكم. اعملوا السويت شيلي صوص في البيت، وجربوا البطاطس الويدجز، وهستنى رأيكم. يا رب وصفاتنا تكون عجبتكم. استنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وصفات جايه كالعاده. كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.